طبعا اول شيء الحمد لله على الوصول للنهائي. يعني بالنسبه لي كاول مشاركه لي، طبعا هذا اول معسكر لي في المنتخب. طبعا انا اذا خذينا البطوله راح اكون اسعد واحد، لاني راح اكون يعني وجه الخير على المنتخب، واول بطوله لي واول مشاركه لي مع المنتخب. باذن الله ان نحقق البطوله ذي، وكلنا ثقه بالشباب اللي موجودين انهم بيجيبون البطوله هذه ان شاء الله. بحكم انك انت موجود ويا اللاعبين، كيف حسيتهم؟ كيف اجواءهم كانت اليوم والتحضير للمباراه، التحضير النفسي، شو كنتوا تقولون عن المباراه هذه؟ هي من بعد التاهل، يعني من بعد التاهل كل التركيز صار خلاص ان ناخذ البطوله، لان لعبنا مع الكويت مباراه قبل في التمهيدي في البدايه، ولعبنا ونعرف قوتهم ونعرف نقاط ضعفهم ونعرف كل شيء عنهم. باذن الله النفسيه اللعيبه كلهم متحمسين 100%، يعني نفسيا اقول لك من عندي 100%، وان شاء الله واثقين يعني بنسبه فوق ما تتخيل نجيب البطوله ان شاء الله. كيف بتكون اجواء الملعب؟ ويعني خلينا نقول ميدانيا بتكون مباراه مفتوحه، مباراه فيها حذر بتكون، شو توصيات المدرب كانت لكم اليوم؟ الهجوم من البدايه. طبعا المدرب قال لنا نفس زي ما وصلنا من البدايه للنهايه بنفس المستوى بنفس اللعب، استمروا عليه في النهايه وراح ناخذ البطوله من دون اي يعني ما نعطي المباراه النهائيه اكبر من حجمها عشان ما يتاثر اللعيبه ضغط نفسي. يعني نفس اللي بدينا فيه راح نمشي فيه، وبنفس كل شيء يعني راح نمشي فيه ان شاء الله. نتمنى تلعب. امنيه كل لاعب يوصل المنتخب انه يلعب اساس، لكن الخير في اللعيبه الباقيين. شكرا لك خالد الغامدي، اذا لاعب المنتخب السعودي. عبد الرحمن، الاجواء